مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله. اليوم حابة إنه أتبل دجاجة باكر الصبح حتى أسويها للظهر غدا، فراح أتبلها هسه وأكملها ونخليها حتى إلى باكر. فأنا أحب أسويها من الليل حتى تشرب التتبيلة. أنت تريدين قبلها بساعتين، قبلها بساعة، أنت بعد براحتك. شنو اللي عندي الدجاجة هنا غسلتها ورجعت فركتها بنص ليمونة وشلت الزايد اللي بيها وغسلتها كلش زين. هنا عندي التوابل، راح نحتاج ملح، فلفل أسود، كركم، بابريكا حلوة، ورق غار، بهارات الدجاج، ماجي عندي وملح، وعندي زعتر بري. هنا عندي راح ناخذ معلقة طعام من دبس الرمان، 3 معالق من زيت الزيتون او الزيت العادي. عندي هنا معلقة طعام من معجون الطماطة، 3 فصوص ثوم مبروشات او مهروسات، عندي نص ليمونة. هذا اللي نحتاجه بالتتبيلة مالتنا. هسه عندي هنا طبق راح اخلي ورق الغار والتوابل كلها. هنا عندي دبس الرمان، كلش تطلع طيبة بالدبس الرمان، تنطيها منظر كلش حلو بعدين من تستوي عندكم. هنا راح نضيف زيت الزيتون، 3 معالق من زيت الزيتون او زيت نباتي اللي تحبوه، او زيت او زبدة اللي موجود عندكم. هنا راح نضيف معلقة طعام من المعجون، والثوم. تريدون طماطة مهروسة عندكم تخلوها في الخلاط، تخلوها وياه عادي، ماكو اي مشكلة. هنا راح ناخذ الحب نص ليمونة راح اعصرها. شوفوا شلون خوش ليمونية هواية. احس ليمون الشتاء اكثر بالمي من ليمون الصيف والله. يعني هسه من اخذه كلش بي يعني مية، بالصيف من اخذه يعني بالزور تطلع لي هيك شوية من المية. زين خلطهم كلهم سوا، لازم يتجانسون كلهم مع بعض بهذا الشكل. مسوية برياني اني، ف يعني سويت اني هواية لانه قلت راح اسوي الدجاجة، فعلى شنو فخليتها بالثلاجة البرياني، يعني اكلوا من عندها، وسويت شوية هواية قلت حتى انه اسوي وياها الدجاجة ويا البرياني. فقلت خلي اليوم اتبل الدجاجة وياكم حتى باكر بس نخليها بالفرن وعندنا برياني. نجيب الدجاجة مالتنا، دجاجتنا العزيزة، ولازم تفتحوها بهذا الشكل حتى تفوت بداخل الصوص مالتنا، يفوت بداخلها كلها. تعرفون بهذا الشكل. هاي من تبيتوها تطلع طعمها ولا اروع، يعني جربوها من تبيتوها اكثر من انه تخلوها ساعة او ساعتين. انا احب اتبل الدجاج او فخاد او اي شيء اتبله قبل بنهار لانه يطلع كلش طيب. ومرات لا مستعجلة ما اتبله، يعني اتبله يعني حوالي نص ساعة ساعة واشتغل بيها. مرات اذا ما مستعجلة لا اتبلها من الليل واخليها تتبل. صراحة استعمل ايدي حتى اتبلها كلش حلو، امسكها تبلها بايدي حتى تتبل كلش زين. هنا من داخلها على صدر هماتين. هاي الورق غار نخليها بداخلها. هسه بهذا الشكل راح اغطيها واخليها بالثلاجة، او اذا مطبخكم بارد فما عليها اي شيء، ونخليها ونلتقي باكر باذن الله. مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع ان شاء الله. صار هواي ما طليت عليكم لانه تعرفون كل هالامراض وفلونزا وهاي. فاليوم حابة انه اسوي دجاجة مثل ما شفتوا بداية الفيديو شلون تبلت الدجاجة اني البارحة بالليل حتى يكون عندي بالنهار بس اخليها بالفرن.
فهسه راح نروح نكمل الدجاجة مالنا ونخليها بالفرن. بعدها عندي شوية ترتيبة بغرفتي، مع انه قلت خلي ارتب شوية الغرفة مالتي واصور لكم اياها، لانه انتم ما صورت لكم الغرفة. فقلت حابة انه اغير شوية ديكور، اغير فد شي. انا احب كل بين فترة لازم اغير مكان بمكان، حتى لو مثلا تحفية مكان تحفية، المهم غيرت فد شي بيومي او بحياتي. فهسه نخلي الدجاجة بالفرن مالتنا ونرجع نكمل وياها. هسه شنو اللي راح نسويه؟ راح نخليها بالفرن. هسه راح نفتحها ونخليها بالفرن ياها حتى ذبت مية، راح اخليها هي والمي مالتها، يعني ما راح اشيل من عندها المي اللي ذبته، لا راح اخليها وياه. هسه راح ندخلها الفرن درجة 200، راح نخليها ساعة ونص تقريبا. هسه بعد ما خلينا الدجاجة بالفرن راح تستوي على كيفك، واني اكيد اشرب الشاي مالتي اللي ما اقدر بلياه. سويت لي شاي وخليته يتهم يحمى، وهمين شوي بلاعيم تحمى، وهمين اروح اكمل غرفتي لما تستوي. اني كامل قلت لكم البارحة اني سويت برياني فبقيتها، فقلت حتى يعني عندي موجودة بالثلاجة بس اكمل الدجاجة. فهسه توين نروح على غرفتي واشوفكم اياها ونبدا نرتب بها. طبعا راح اخليكم فيديو وياها انه يوم اللي انا طلعت هدوم الشتاء والشنطة وهيك سوالف وهاي، فهم انا ما نزلت لكم فيديو، فراح اربطه ويا هذا الفيديو. يلا تعالوا وياي. هسه هذا الفيديو قبل يعني قبل ما تبرد، يعني كانت بعد الشنطة والغراض ويعني هوسة كانت. فهنا قعدت أصفي الملابس هاي، حتى كان مغرب يعني، فقلت خلي أصفي أطلع هدوم الشتاء مالتنا، يعني حتى أكمل من الملابس كلها أطلعها زين. وهاي مكان السجادة مالتي والصلاة، وهنا الغرفة مالتي شوفوها. إذا راح نغيرها راح تشوفون، ما راح أغيرها هم راح تشوفون، بس لعبت بيها لعب الغرفة. هسه تشوفون بدربكم، يعني من تشوفون الفيديو راح تشوفون كل شيء. فهنا هسه راح أبلش أطلع ملابس الشتويات مالتي. مال الولاد طلعتهم لأنه يروحون دوام، وهاي بسرعة طلعتهم زين. وهنا عندي هاي الشنطة لازم افتحها، وشوف هاي بعد هدوم الصيفية همين الملابس. هنا هدوم ملابس الشتوية طلعتهم. شوفوا هاي القبوعة مالتي البلوزات كلها طلعتها طبعا. فقلت خلي اصور لكم وبعدين نشوف شو وقت اربط ويا فيديوهات زين. فهنا كلها راح يعني اطلعهم واصفي الملابس الصيفية اللي عندي، راح اخليهم مكانهم زين. والشتوية راح اطلعهم. تعرفون اني كنتوري مو هواية كبير، لانه بعد ما ماخذه اني كنتور كبير اصلا زين. فشوفوا بابين يعني بي وثلاثة نقول مثلا زين، فكلش صغير. فاحاول شلون راح اخلي كل هالملابس هاي، ونشوف والله كريم على ما يعني اخذ لي كنتور كبير. شلون شوف شلون راح تتدبر، يعني شلون راح اسويها يعني هسه حاليا بهذا الوقت. هسه راح اشيل الملابس كلها واكملها نرجع لكم. هنا عندي الكنتور مالتي، شوفوا ايش قد هوسه. هذا الكنتور مال الكسوارات والمكياج والهاي. شوفوا منو عنده هيجي يعلق مثلي بالباب مال الكنتور هاي الجلايد وهاي السوالف. شوفوا هاي الهوسه كلها هسه راح ارتبها واشوفكم اياها شلون راح تصير بالنهاية. وهسه ندخل على غرفتي زين. فهي مرتبة ما فيها شي، بس حابة انه اغير. شوفوا بعدني يعني هاي لعبة قدر. شوفوا حتى احنا عندنا لعب قدر، هم عندها لعبة تلعب بيها. فحابة اغير شوية. شوفوا هاي هنا التخت، وبعد فرشي همين مغيرته، وهنا عندي الكنتور زين. فهسه لازم ابلش شوية ارتب. وشوفوا لي الاجواء كلش باردة، كلش باردة الاجواء. شوفوا باردة. وانا فتحت الجامة شوية قلت حتى تتغير عن يومية، تقريبا ربع ساعة اغير
يعني افتح الجامة حتى تتغير تنفيس الغرفة. وإذا إنه أنتم ما تقدرون تفتحون الشباك، هو المفروض حتى بالليل واحد من ينام يخلي مكان تنفس للهواء يعني مال برا، يعني شباك شوية فما نقدر باردة الدنيا. فشنو اللي تسووه؟ أي نبتة زرعة قحف تخلوه داخل الغرفة وياكم، زين. فهاي اني فتخلون النبتة بالغرفة، يعني قحف بوردة بفد شي تخلوه وياكم بالغرفة. ليش؟ راح يسحب التنفس اللي انتو راح تتنفسوه بالغرفة، لانه ما راح يجيكم تنفس خارج الغرفة. عرفتوا شلون؟ فيا اما تفتحون الشباك بالليل لما تنامون، واكبر خطر انه لما تنامون بالليل وتغطون راسكم كله حتى بالحافة او بالبطانية، هذا اكبر، يعني الهواء والتنفس مالتكم ما راح يتداور، يعني راح يبقى هو نفسه، زين. فالنبتة تسحب التنفس اللي موجود بالغرفة وينطيكم تنفس صحي. فاحنا ليش نقول نفتح شوية جامة لما ننام؟ حتى يتغير التنفس اللي انتو راح تتنفسوه انتو ونايمين. فهاي معلومة يعني قلت اوصل لكم اياها. اني بالليل قبل ما انام افتح الجامة تقريبا ربع ساعة، بعدين ارجع اسدها، زين. فقررت انه اجيب نبتة واخليها بكل غرفة يعني غرفي وغرف الاولاد كل واحد نخلي داخله نبتة، زين، حتى يتغير المود مال الغرفة ويتغير التنفس حتى ولا نتمرض. شوفوا لي قدر تكيف من افتح الجامة وتقف هنا من الصبح، تشوفوها تقف على التدفئة هنا، يا تنام يا تقعد هيك تتفرج. تقول اني شلون محبوسة هنا، والبزازين هنا تشوفهم الصبح ياكلون، زين. هذا البوري راح يشيلوه، شوفوا شالوا الاسلاك مالته راح يلغوه منه احسن زين، لانه خلوا هناك الجديدات يعني. فيلا ما نريد نطول ونكمل الغرفة ونكمل الغداء مالتنا. يلا، هاي قبل كم يوم اشتريت هذا مثل بوكس او مثل صندوق هيجي يتخلى بيه الملابس. فتعرفون اني بس عندي كنتور واحد على الماء، انه اشوف لي كنتور ثاني لغرفة الاولاد. فقلت خلي اخذ هذا مثل الصندوق هيجي اخلي بيه فقط شنو شلون نقول البلوزات او السويترات مال الاولاد، لانه كلش هوايه صار عندي. والكنتور كلش صغير، فقلت خلي اجيب لهم هذا واخلي بيها البلوزات مالتهم اللي يلبسوهم اليوميا. انتم تعرفون يوميا يلبسوا واحد يعني. فقلت خلي اجيب هذا همينه كلش حلو كبير وهيجي. فقلت اذا عجبني راح اخذ واحد ثاني. فقلت هالمره خلي اجربه وبعدين هسه راح نفتحها. طبعا اريد اغير الكنتور، ما حابه هاي المكان، اريد اغير الكنتور اخليه بغير مكان يعني. فخلينا نفتح هذا، نفتح هذا نشوف شلون يصير. هو هيك يصير، شوفوا هاي الاسفل مالته. هذا اللي راح يسألني اخذته من الشمارة، سعره تقريبا 150، زين، بس مرتب يعني اكو غير نوعيات، بس هذا حبيته كأنه هيجي يعني مرتب. شوفوا صندوق كلش حلو مرتب، يعني مو تقولون تخلون به هواية من الملابس وهيجي مثل الكرتون يعني ظل واقف، يعني حتى تقدرون تخلون شي فوقه، زين. فهسه راح ابدي بيه الغرض هنا واخليه يمهم بالغرفة او اخليه هنا، خلي اشوف شلون راح يعني تصير عندي. والله كلش حلو يعني، وسع هواية من الملابس يعني ما شاء الله. كل الهاي مالتهم وسعها، خلصت من عندهم، لانه شنو يجون يفتحون الكنتور مالتي، زين. تعرفون بعد ولد دا يقعد يقول لك اني دا اقعد ارتب واقعد اصفط واقعد هاي، لا هجيب مقص اقص هاي، لا اخاف الخيط يطلع. فيجون يطلعون هذا ما هذا، هذا ما هذا، وينكسوا
وينكثوا لي الكنتور، فاني اضوج كلش، فهاي تفيدهم، خليها يمهم. زين، هاي خليها يمهم، خلي تفيدهم يم. فهسه راح اول ما ابلش اشيل الزولية وشوف شلون راح اغير الكنتور، شلون راح اسوي. يلا وياي انتو. طبعا قلت خلي اكنس الزولية شوية، اشيل من عندها حتى بعدين من اخلي اعملها بالمكنسة الكهربائية. فاني قلت على اساس اوديها للغسل هي، وعندي وحدة اللخة ثانية، فقلت لا خليها هسه بعد وقت، لانه بارد الجو وانا مريضة، فلازم همين راح ياخذوها، راح يخلوها كم يوم عندهم، ولما يجيبوها بعدها شوية بيها رطوبة، فقلت خليها بعدين، يعني مو هي هواية يعني بيها وصف او شي، لا. هسه هنا يعني هاي ملابسي وغراضي، بس مو كلها طبعا، خاله بغير مكان، انه من قسم من اشيائي، بس تعرفون الشتاء يعني ما يرادلو اشياء. انا اكثر شيء البس يا تراك سودات يا بنطلون وجاكيت وجوها بودي خفيف، فهيجي. وهنا مال الاولاد طبعا استغليت من عندهم همينه، خليت مالتي هماتين. فهنا كملت هاي الشالات مالتي، هنا البوديات، وهنا الاشياء اللي احتاجهم للضرورة يعني. زين، وهنا عندي بعد المفاجأة بعد ما رتبتها، خليني اشوفكم عن قريب. طبعا هنا مثل ما قلت لكم، هاي هنا الملابس، وهنا الشالات مالتي وتراكسودات، وهنا البوديات اللي احتاجهم اكثر شي هي هاي السلة. اكثر شي انه انا احتاجها. هنا عندي قمصاني شتوية هماتين، الجاكيتات مالتي او يعني اللي احتاجهم وما احتاجهم، بس خليتهم للضرورة. هنا القسم مال الاولاد خليت القمصان مالتهم، واخذت وياهم علاقة واحدة خليت بيها البلوزات مالتي طبعا، والبناطيل من جوا صفطتهم. وهنا عندي هاي الخانة، هنا خليت تراك سوداتي اني، والجو خليت بيها شو يسموهم الكبوس، ويعني القبوعة مالتي وتكرمون الجواريب هنا حتى قريب علي من اطلع. وهنا هاي التراك سودات مالتي، وهنا عندكم المفاجأة اللي هي صادمة، يعني هو سير راد لها ترتيب. وهنا هاي كلها مال صبغ اظافر وهيك شي، يعني الاشياء مالتي. وهنا على الباب اني مخليه هاي الجلايد مالتي منو مثلي هيجي، يحب هاي الاشياء. زين، ف هسه همنا راح ارتبهم واشوف شلون راح يصير. طبعا انا بدلت الكنتور، خليته هنا خليت الكنتور هنا، قلت حتى الكنتور هنا يكون والتخت بالنص. صراحة شوفوا المجال كلش قليل، فما حبيته، ما راح اقدر افوت واطلع وهناك هاي، فضايقت منها. رجعت الكنتور مكانه، وخليت التخت هنا بالنص بعد ما كملت. زين، ومسحت الجوام. زين، فشفته هنا مكانه يمكن احلى، ما اعرف اكتبوا لي اخليه هيجي الا اديره هيجي يعني على الحائط. فانا حبيته هيجي، من راح اديره على الحائط راح ما اعرف شلون راح يصير الصراحة. بس الزولية هماتين راح اخليها، راح تدخل شوية جوا راح تدخل الزولية شوية جوا التخت، ما مشكلة. بس يمكن هيك رهمت، لانه هي هاي الغرفة صغيرة مو كبيرة، عندنا بس غرفة حذيفة على قاعة كلش كبيرة. يعني حتى يعني هواية يشكي انه ما تحمى بسرعة. فاني اقول له نجيب التخت مالتك نخليه بغرفتي، لانه هو واسامة ما يقدرون، اسامة يظل يعزف، وهاي مرات بالليل مرات حذيفة ينام. زين، فما يقدر.
فاني قلت له نجيب التخت مالتك ونخليهم بالغرفة مالتي، بس يعني نمشي الشتا لانه باردة كبيرة، لانه سام تشوفون لما راح نرتبها فما قبل قال لا انا ما احب حرارة هواية ولا برودة هواية. فقلت له بكيفك، شو وقت ما انه تكون انت بردان او تعلق صوبة الكهربائية، يقول لا ما احب انه حار بعدين جسمي يحرقني. فهو من النوع اللي جسمه كلش حساس، حارة جسمه يصير يتحسس، باردة هو يقول باردة. فمخليته على جو يعني حلو هادئ. يعني هذاك البيت مالنا كان يعاني من تحسس خطية كلش بالشتاء، كلش يطلع له بقعات من الحرارة، تعرفون هناك كنا كلش حارة زين. فهنا تغير الوضع. هسه يلا راح أكمل لأنه مضى الوقت حتى نتغدى. طبعا هسه اني كملت الغرفة، هيك هاي الباب هنا خليت الزولية، هنا خليت التخت، يعني بس هيك خليت هسه عليه الجرجب لانه ما راضية يعني بالغرفة. الصراحة حسيتها مو حلوة هيك فانتوا قولولي، فيمكن راح ارجع يعني التخت مثل ما كان، لانه صراحة هنا صارت الزولية، هناك خليت زولية وهنا عندنا يعني تبقى هيجي يعني بدون زولية. هناك عندي همينة يم المراية هذيك اللي خليت زولية شوفوا، بس يعني حسيت مراهمة يعني الصراحة مراهمة، بس ايش اسمه خليته هنا هسه بهذا الشكل. وهنا الكنتور عندي خليت الكنتور بهذا الشكل لانه حولته بهذا الطرف، صارت كلش ضيقة الغرفة. فهسه راح يعني كلش محابة الغرفة، اني راح ارجع الكنتور من مكانه، والمراية همينة اشوف لها مكان هنا يجوز اخليها. شوفوا شلون راح اسويها، بس ما حبيت. اكتبوا لي اذا هيجي حلو قولوا لي رقم اول، واذا راح اسويها اكتبوا لي رقم الثاني، انتوا شوفوا اي يعني ترتيب احلى. فهسه انا راح ارجعها. يمكن صراحة انا يعجبني هيجي يعني يعني شلون نقول منا نحايط هيجي وتصير لو ما يعني الاجواء شتوية، وعلى مود التدفئة هنا كان التخت سويته بالنص هنا هيجي بالنص، كان كلش هم حلو طلعت لانه جو عادي. بس هسه الجو شتوي فما ترهم انه اخلي التخت ورا التدفئة يعني، فما ترهم فلازم هو يطلع الحرارة عادي يعني تصير، بس لا ما تصير ان شاء الله على الصيف. واني من نوع انه احب انه افتح الجامع، مرات اقف هيجي الصبحيات بالفجر هيجي كلش اتمتع بالجو الصبح، فيعجبني انه اطل على يعني الشباك هيجي، ما يعجبني انه اسد الشباك واسوي فشي ظلمة وهيجي، ما احب كلش اتكئب زين. فهسه شوفوا لي رقم 2 اللي راح اسويها. يلا. وهسه بعد ما دجاجتنا كملت، هنا عندي خبزاية جبتها خليت عليها من المرق اللي نزل من الدجاجة زين. فهسه راح اخذ دجاجتنا الحلوة الشهية اللي صار شكلها ولا اروع زين، راح اشيلها واخليها شوفوا ولا لزقت ولا اي شي، بس حارة بعدها. بسم الله شوفوا لي منظرها، رشتنا من الكرافس او البقدونس عليها، هذا الشكل ينطيها شكل رهيب طبعا. وهنا مسويه قلت لكم اني البرياني، وهنا عندي الطرشي اكيد، والزلطه خليتها على الميز. وهذا طبقنا اليوم الدجاجه راح نتذوقها. هسه لازم نتذوقها ونشوف شنو طعمها. راح اخذ من هاي الخبزه اللي اني خليتها عليها كلش الشهي صراحه زين، وراح اخذ من الفخذ، شوفوا لي اياه
وهاي اخذت من الفخذ. وشوفوا لي الدجاجة انهرست والطعم ماله اكيد يخبل. بسم الله. رهيب. والصوص هذا يجنن. جربوا الطريقة ما راح تندموا. شوفوا ما اخذت من عندي ساعة ونص، طلعت عندي كاملة. شوفوا لي البرياني. بسم الله. ان شاء الله حبيتوا الفيديو، حبيت طريقتنا اليوم بالدجاجة السريعة البسيطة، وحبيتوا تتبيلتها لانه تستحق التجربة. جربوها راح تحبوه. شوفوا الصوص هذا اللي على الخبز رهيب. ان شاء الله استفاديتوا من الطريقة اليوم اللي انا سويت لكم بها الدجاجة سريعة بسيطة للعطل للعائلة، من تنجمعون الجمعة فواحد يحب يسوي دجاجة ما اعرف ليش، يا دجاجة يا دولمة يا برياني يا عروق يا كبة. هاي الاشياء اللي واحد يسويها بايام العطل. وهاي هسه بعد ما كملت غرفتي، شفتوا درت ورجعت ودرت ورجعت، صفيت انه ارجعها نفس ما هي لانه هيك احسن حسيتها وارتب يعني. وبمجال هنا يعني مثلا واحد يسوي فد شي، هاي مثلا مرات يبدل ملابسه يعني على المراية، فشفت هيك احلى الصراحه. واني كله لون الوردي والبنبي كلش عبالة اللون يعني للغرف النوم هيك شي ما هو يحبه يعني للمطبخ او فد شي، لا احبه بس للغرف وتكون للنساء والبنات اكثر شي. شوفوا لي قدر تعبت شقد ما تفر وراي 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 تعبت، وهسه تنام ما تقبل تنام الا بس بغرفتي، ما تروح لا عند اسامه ولا عند حذيفه ابدا. عندي هذاك اليوم قلت لهم خلوها يمكم، انا ضجت منها سديت باب غرفتي وخليته وهم مفتوحين الابواب مالتهم، ما راحت عليهم، ظلت واقفه يم الباب مال غرفتي تصيح الا فتحت له الباب فتحت له الباب راسا جت نامت خطيه. فمتعوده. قدر بست برا 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 غرفتي. يلا المهم ما اريد اطيل الفيديو. شفتوا لي انا خليت غطايين يعني، واحد جوزي من جوا، احنا ثلاثة عندنا، هذا جوزي ووردي فوقه، والشراشف هاي اللي جتني من العراق ما اقول لكم فد تحمي فد يعني رهيبة. يعني انا قلت راح اذا يعني اوصي مرت الاخ همينه يجيبوا لي، لانه ما اقول لكم نومتهم كلش مريحه. يعني خليت للاولاد قالوا ماما مريحه نومتهم، وما يعني يجي هيك مثل الشراشف ويروحوا، لا يعني يعني شلون نقول ملبس بالدوشه كلش زين. فهنا واني هاي مخدتين، المخدة هاي بس ما انام عليه والثانية انام عليه، والخاولي لازم تكون يمي لما انام اخلي على المخدة مالتي اخلي خاولي. ليش؟ لانه اني اخلي مرات ماسكات على بشرتي مثلا زيوت على بشرتي او مرات على شعري، فلازم اخلي، حتى لو ما اخلي همينة اخلي خاولي على المخدة وانام، لانه صحي اكثر حتى للشعر، ويوم اي يوم لا ابدلها. فانتم متعلمون تنامون خلوا فد خاولي فد قماشة على المخدة من تنامون، ويوم اي يوم لا تبدلوها زين. وهنا عندي هاي الطبلة مالتي لازم تكون يمي، لانه عليها شنو؟ عليها الايباد، عليها السماعات، عليها الاشياء اللي اريدها مثلا كنينس، مثلا ايش اسمه الفازلين اللي ما اقدر استغنى عنه طبعا، والشنطة هاي مالتي اللي هواية بيها اشياء هواية بيها اشياء، مثلا راح تقولون شنو اللي بيها، هاي ما استغنى عنها، اروح للمطبخ اخذها، اروح للهول اخذها، فما استغنى عنها. راح اشوفكم شنو اللي بداخلها. طبعا ما استغنى عنها. هاي الشنطة شنو اللي بيها هم كنينس، وبيها همينة
مرطب وبيها مال أقدام، حتى وقت المفكرة أني الشنطة يمي. زين مزيل الصبغ مال الأظافر أو المناكير. هنا عندي مرات رجلي الأسفل يوجعني ألبسها. زين هنا عندي مقوي مال الأظافر. هنا عندي مقوي مال همين مال الأظافر، يعني مثل نقول مثل الجيل. زين هنا عندي المسبحة مالتي ما أقدر، هاي من العراق أنا جايبتها ولحد الآن أبدا ما أعرفها. زين هنا عندي هذا جراب مال الشفايف. هنا عندي عطر، هذا من يعني كلش ريحته طيبة أحبه لأن من الكعبة جايني، فمرات أخليه حتى على شعري طيبة ريحته. وهنا عندي بعد هاي مال الميموري، وهنا عندي المبرد. زين وهاي الأشياء اللي أنا أحتفظ بيها بهذا. هاي الشنطة تكون وياي، أروح المكان اللي قاعدة أخذها وياي، أروح للمطبخ أخذها وياي لأنه أحتاجها بكل الأوقات أحتاجها. فهاي الشنطة خاصة لازم تكون هنا على الطبلة مالتي. والفازلين قلت لكم، وبطل مية لازم يكون يعني واحد بالليل. وأنا هسه يعني هواية عندي القحة وهاي، فلازم أخلي لي بطل مية يمي والكنينس والآيباد. وطبعا هنا عندي دفتر وقلم حتى من يجي على بالي شيء أكتبه ويظل موجود عندي طبعا. وهاي البردة مالتي أنا خليتها هيك بردة كلش سهلة. وهنا عندي هاي المراية مالتي، شوفوا لي كلش حلوة، خليت عليه هيك ضوء هيك أحبها لأنه صافية كلش. زين وهسه راح ندار على الجهة الثانية. هنا أنا الكنتور أني خالة. زين وتكرمون سطل صغير مال الزبل، يعني مرات كنينس أو فد شي. زين هنا أنا خليت هيك مثل خليت صورتي وصورة البنات صديقاتي، وخليت هيك مثل أشياء مال شموع. وطبعا ما ننسى القرآن أني يعني أقدر أخليه على الطبلة، بس لأنه قدر فأخاف يعني لا تيجي تدوسه هاي، فأخليه هناك فوق والصبح بس أقرأ بيه وأرجعه. وهذا الكنتور مالتي، وهاي غرفتي، وهاي قلوبه مال الليل كلش حلوة همينة هيجي صايرة بومة. زين وهنا هاي الصور هيك مخلية شي بسيط، ما مخلية اشياء يعني هوسة ولا اي شي. راح اشوفكم بالكنتور. طبعا هذا الكنتور مالتي الطبقة الاولى فير يعني استشوار. هاي العلبتين الاثنين بيهم الوان مال يعني صبغ اظافر يعني مناكير وهيك شي. شوفوا لي هاي العلبة والعلبة اللي جواها. هنا عندي الأصاور مالتي، ويعني هاي الكسوارات مالتي اللي أحبها. وهنا أنا همينة عندي الفضيات. زين والطبقة الثانية همينة خليت بيها الأشياء اللي تعرفون هاي كل وحدة تحتاجها، مثلا معطرات، مزيل مكياج، فرج. وهنا عندي الساعات مخليتهم من ورا بالباكيتات الساعات. زين وهنا عندي هاي الاشياء اني صفطتها كلش حلو صارت ومرتبة. زين وهنا أنا عندي اللي ما استغنى عنه كل يوم بالليل، الزيت لبان الذكر، وزيت اللوز الحلو، والبخاخ الثاني اللي بيه مي ورد. زين هذول ما استغنى عنهم بالليل يوميا قبل ما انام اخليهم. وهاي الاشياء مالتي اني اللي استعملها. الطبقة اللي بعدها هنا انا خليت التراك سودات مالتي مال البيت اللي البسهم يعني. والطبقة الثالثة الشالات والقبوعة مالتي وهاي السوالف. زين هنا هاي الاكسسوارات مالتي القلايد الطوال وهاي يعني هيك علقتها بالباب شفت اسهل علي. زين وهنا الكنتور الثاني اخذنا الطبقة الاولى همينة مالتي شالاتي تراك سوداتي يعني هاي الاشياء اللي نلبسها باليومي. وهنا أنا خليت قمصان بس مال الأولاد مثلا بناطير هنا خليتهم. والعلبة اللي اشتريتها اللي خليت بيها البلوزات أو التراكات مال الأولاد. فهسه راح أشوفكم إياها بس راح يطيل الفيديو، بس راح أشوفكم يجي سريع. هسه هاي كملنا.
أكيد الميزان مالتي يكون هنا، والسجادة مالتي تكون من هاي المكان. وهاي غرفتي السهلة البسيطة يعني على قدي، كلش أحب هيك الهدوء، ما أحب شي هوسة. زين، فإن شاء الله حبيتوا اليوم الفيديو مالتنا، وإن شاء الله أسوي لكم جولة كاملة على يعني البيت كله إن شاء الله. انتظروني بس انطوني رأيكم، كلش حلوة يعني. وهذا والألوان كلها راهمة، يعني ما إنه مخلية ألوان هواية أو جايبة ألوان هواية، لا، ألوان كلش حلوة. وإن شاء الله حبيتوا الفيديو، وأساني وقدر نقلكم مع السلامة. شبعانة نوم، شوفوه نايم مرتاحة.